بشوف الريفيوهات على المستشفى، قلت اشوف الناس بتقول ايه، فاستوقفني الريفيو ده. بس عايزاكم تشوفوا الحتة بتاعت بيكتبوا بيها مهدئات للمريض علشان كل ما تدخل زيارة تلاقيه نايم وتايه، يعني الحالة سيء. لما تقولي المريض بياخد مهدئات، طبعا الإجابة لأ. دي حقيقة. لسان تخن كده ماما بتاخد مهدئات؟ الإجابة لأ. ده طبعا غير المستلزمات الطبية اللي هي ملهاش أي 30 لازمة، وفلوس فلوس فلوس وأدوية وحاجات كلها. أنا بس ليه حابة أوريكم ده عشان ده نفس الحالة اللي أنا شفت ماما فيها. ريفيوهات كتير، بس أنا بجيب الحاجات اللي هي تمس مشكلتي دي. برضو نفس الكلام، بيزوروا النتائج ودرجات الحرارة، تزوير النتائج. دكاترة والرحمة والممرضين هناك يبقى عندهم رحمة. لا، مفيش رحمة. في ماني. طب ما احنا بندفع، بس حتى لو بتدفعوا برضو مفيش رحمة. في الرئة دي اللي دايما بتحصل، يعني انا ماما ما كانش عندها حاجه في الرئه، هم كاتبين ان انا ادخلها في سده رئويه، بس هي ماما ما كانش عندها حاجه في الرئه وسبب الوفاه انفكشن في الرئه والتهاب رئوي. نفس القصه اللي داخله نفس الحاله دي من شهر بالظبط. حسبنا الله ونعم الوكيل، وربنا ينتقم منهم، وان شاء الله قريب هتسمعوا عنهم باذن الله.